بيأكدوا وجودهم حتى لو كان في المجال الإبداعي، خاصة في الأفلام الروائية القصيرة أو من خلال الإخراج والتمثيل. النهاردة معايا 2 من الشباب قدروا من خلال فيلم بعنوان علشان بحبك يقدموا حالة معينة ورسالة معينة. بطل الفيلم حصل على جائزة أحسن ممثل، ومخرج الفيلم كان له تميزا في العام الماضي برضه في المهرجان وحصل على جائزة أحسن مخرج. في كل مرة الشباب بيقولوا احنا بنحاول، احنا موجودين، بصوا علينا. والنهاردة برنامج شباب كل يوم بيبص على الشباب المتميزين. خلونا نرحب بضيوفي. بيشرفنا النهارده عمر مصطفى، ممثل وحصل على جائزة أحسن ممثل، أفضل ممثل بمهرجان أوسكار إيجيبت. أهلا وسهلا بيك، شرفني منورني. كمان بيشرفني عمر إبراهيم، مخرج الفيلم. أهلا وسهلا بيك. نبدأ بالمخرج. المخرج بيجي له ورق لما هو بيصنع ورق تمام ويقعد يشتغل عليه. احكي لي الفكرة علشان بحبك بدأت ازاي؟ هو عمر اللي كاتب الفيلم. يبقى نبدأ بعمر تاني. هو اللي كاتبه. فجاب لي السيناريو، انا حطيت بقى الرؤية بتاعتي في الفيلم، ازاي هيتصور، ازاي وشكله ازاي، اللوكيشن هيبقى عامل ازاي. كويس. قبل ما ادخل في فكرة الفيلم بقى جت ازاي؟ هي فكرة الفيلم ان انا كنت عايز اعمل حاجة زي بره كده، يعني الفيلم تبقى فكرة جديدة. هو واحدة مش واثقة في حبيبها، عايزة تعرف هو بيحبها ولا لا. كويس. فعملت اشتغالة كده اللي هي ايه، جدها مات، فعايزة تعمل ان هو ايه، هيشوف هو رد فعله هيبقى عامل ازاي، هو بيحبها ولا لا. فعملت اشتغالة كده عن طريق ان هو جدها توفى، فهي اتأثرت نفسيا، فهتشوف حبيبها هيقف جنبها ولا لا. كويس. دي باختصار الفكرة يعني. وقف جنبها ولا ما وقفش؟ وقف جنبها وعمل جدها كمان. وقف جنبها. تمام. كويس. فلما عرضت الفكرة على عمر عجبته قوي، وقرر ان هو يعملها بشكل جميل كده. حتى اللوكيشن لما اختاره قال لا انا عايز اعمل حاجة كده ايه، زي حاجة زي بره، اللوكيشن والموسيقى والحاجات اللي هي يعني يدي حالة للفيلم، حالة كويسة كده. كويس. يعني لما تشوف الفيلم هو الفيلم كوميك ولا تراجيدي؟ لا عادي لايت. في الكوميديا اللايت يعني. بس مش كوميديا. قال لي انا عملت جدها فحسيت. لا ما هقول لك. هو الفيلم اللي هو بيحبها تمام، فانا طالع اصلا دور بس ضيف شرف في الفيلم. فهي انا وهي متفقين تمام عليه في الفيلم ده. كويس. فان هي عندها جدها وعندها حاله نفسيه وكده. فانا بقول له يا عمر بقى انت عشان انت بتحبها وعشان تخليها تبقى كويسه وكده اعمل جدها. فبيلبس الجلابيه ويدقن ومش عارف ايه والشعر وكانه جدها بالظبط. كويس. زي الافلام اللي كانت. الافلام الروائيه القصيره بتبقى اجتهادات من الشباب بشكل كبير، ان هو يقول انا موجود، انا بمتلك موهبه معينه. هل فكره انك انت تدخل تخرج، هل كان من دراسه ولا كورسات ولا مشاهده ومتابعه ولا ايه بالظبط؟ هي مشاهده ومتابعه في الاول. وقريت انا كتب في الاخراج، ولما بدات اتابع هو المخرج بيبقى عنده المفروض الرؤيه اللي هو الفيلم ده هصوره ازاي واللوكيشن ده ازاي هصوره كده. اهو زائد كمان ان انا لازم ابقى عارف التمثيل. انا في الاول مثلت كذا، عملت كذا فيلم كنت انا ممثل فيه. فلما عمر بقى بدانا الفيلم انا هشوف رياكشنه، لا انا عايز الاداء ده، لا انا عايز الحاله عشان توصل للناس لما تتفرج عايزها كذا برياكشن كذا. كويس. شايفين الافلام الروائيه القصيره اللي الشباب بيعملوها بتتشاف بالشكل اللي انتوا بتعملوه؟ ازاي بتتشاف؟ يعني احنا عندنا جمهور بيتفرج على الحاجات دي، بس خلينا نقول ان اكتر حاجه بتنجح على السوشيال ميديا هي الحالات الانسانيه. يعني انا عملت فيلم اسمه من جوه على الله، عملت فيه كاركتر شحات، حاله انسانيه. الفيلم ده انتشر جدا، كل الناس بقت تشيره، كل الناس بقت تتعاطف مع البطل لانها كانت فكره جديده. فالافلام القصيره دلوقتي بقت تتشاف اكتر كمان من الافلام الكبيره. يعني الافلام العربي دلوقتي خلينا نعترف ان هي مش بتتشاف في مصر قوي، فالناس دلوقتي بقت تحب تريح دماغها تخش تتفرج على الافلام القصيره تتابع. ايوه بتتفرج عليه فين؟ على اليوتيوب. على اليوتيوب. شايف ان نسبه المشاهده بتبقى كفايه على اليوتيوب، بتحقق اللي انتوا بتطمحوا بيه وتأملوه كشباب ولا لا؟ ممكن. يعني هو على الفيس بيبقى انتشار اكتر. يعني من خلال الفيسبوك بيبقى فيه انتشار اكتر. اليوتيوب يمكن قليله شويه، في ناس بتخاف تخش
تتفرج عشان الباقه وكده، بس بيبقى فيه طب على الفيس برضه لو شغال باقه يعني. لا بس الفيس الاكتريه. تمام. طيب الصعوبات اللي بتواجه الافلام القصيره والشباب اللي هم قائمين على الافلام القصيره ايه هي؟ كتير. ها. الاول الكاميرا. تمام. انت نوع كاميرا كويس عشان تطلع الجوده كويسه عشان كويس. تصور بيها. كويس. لوكيشن، لازم اذا هتصور في اللوكيشن مثلا انت عايز بيت، ها. الحاجات دي بقى حاجات زي كده، كاميرا ولوكيشن والدنيا دي. تمام. بس فاحنا قدرنا يعني نظبط الدنيا عشان الفيلم يتظبط، وهو طلع للنور. كويس. الحمد لله احنا وصلنا لمرحله كويسه جدا. في دلوقتي كافيهات يعني عايزانا ان احنا نروح نصور عندهم مجرد ان الاسم بتاعهم يتحط، ما كناش لوجو ندفع بقى. الكافيه. كدعايه. مم. يعني الكافيهات والاماكن اللي بيصوروا فيها بترحب بالتصوير مجانا. ايوه. في مقابل ان ان احنا نحط اساميهم بس. دي حاجه حلوه جدا يعني. ده احنا وصلنا للمرحله دي. ها. الحمد لله. كويس. المهرجانات اللي بتتعمل وانتوا بتشاركوا فيها، ايه المهرجانات اللي انتوا بتحطوها في دماغكم ان احنا هنشارك في المهرجان ده؟ كان في شاركنا في مهرجان سينما الموبايل. ها. ده عملنا فيلم اسمه زوم. كويس. واتعرض ان من ضمن 10 افلام مصريه. كويس. ده كان بطولة محمد رفاعي وعمر مصطفى وعمر ابراهيم اللي هو ها. عملناه ونجح يعني. كانت الحمد لله 10 افلام في المهرجان ده كان فيه 7 احنا هنا مثلا ده مهرجان ايه؟ ده مهرجان اوسكار ايجيبت عمر وهو ده في وزارة الشباب والرياضة. ده بقى وانا بستلم جايزة احسن ممثل في المهرجان. المخرج مصطفى البندرداش، استاذ عادل عمار، المنسق العام للمهرجان استاذ وليد عبد الحميد. كويس. هي لحظة حلوة قوي. ده المهرجان ده تبع وزارة الشباب والرياضة؟ لا السنة اللي فاتت. الدورة اللي فاتت. اللي هو كان في الاول. ده لقطة من الفيلم علشان بحبك. كويس. هو بيقول لي هتعمل جدها هنا. انت مش بتحبها ولا ايه؟ تمام. طيب لما باجي اجي اذاكر اي فيلم يعني او اي مشهد، عندي الديكوباج ده بيبقى مهم قوي ان هو يتعمل. انا هقول لك بعمل ايه. انا الفيلم السيناريو بيجي لي بعمل جدول، ده هيتصور فين، بحب افرق. ده نظام المخرج المنفذ يعني بتشتغل وظيفتين. انا اللي بقى فاهم. تمام. بظبط الدنيا بحيث ان انا اول لما اقول يلا بينا على فكره انا اللي مصور الفيلم ده. كويس. تمام. ما كانش معانا مدير تصوير. ايوه فانا قمت حتى الاجازات كلها ثابته. ما عشان هنا احنا بنتكلم على فكره يعني التكلفه الماليه دي بتبقى من ضمن الازمات اللي بتواجه الافلام الروائيه القصيره. على فكره المكان ده كان بعيد قوي. كويس. هنا في مهرجانات بره مصر، يعني بعيد عن المهرجانات في مصر، في مهرجانات بره مصر. يعني عملتوا ايه في المهرجانات؟ احنا دخلنا بفيلم اسمه بنت اختي، دخلنا فيه مهرجان الخرطوم. ده المهرجان الوحيد اللي دخلنا بيه. ده برضه كان اخراجي. كويس. كويس. كان الفكره. وبنحاول الفتره الجايه هو في فيلم اسمه اوقات بطولة انا ومحمد رفاعي، ترجمناه لفرنساوي عشان يتعرض في مهرجان فرنساوي. كويس. يعني انتوا بتستعدوا للمهرجانات اللي بره. بتعرفوا المهرجانات اللي بره ازاي؟ من خلال السوشيال ميديا بقى. هما بيعملوا يعني السوشيال ميديا بس هي اللي بتقول ولا الاعلانات بقى؟ ما احنا بنتابع مثلا في مهرجان اسمه مهرجان كذا، فبنشوف الصفحه بتاعته، بنتابع بقى الدنيا هيبدا امتى، شروط المهرجان ايه، هيستلموا امتى الافلام، اخر ميعاد، ونظبط بقى على حسب وانا بعمل بحث يعني كل فتره كده بخش اعمل بحث ايه المهرجانات الموجوده. يعني انا لسه مقدم في مهرجان اسمه دوت مصر، لسه التقديم خلصان، مقدم فيه فيلم الحلال اجمل. وفي مهرجانات تانية، في مهرجان ابيس مقدم فيه البنت اختي برضك. كويس. ان شاء الله باذن الله ياخد جايزه. في البنت اختك ده اسم الفيلم. البنت اسم الفيلم. اسم الفيلم. طيب والمسرحيات بقى ايه علاقه يعني انتوا موزعين نفسكم ما بين العمل المسرحي والعمل الممثل بيعمل اي حاجه سواء بقى، بس هو بس التكنيك هنا هنا غير هنا. المسرح اصعب حتى في الاخراج يعني. طبعا بدايتنا احنا اتربينا مسرح. خلنا ورش مسرح وعملنا عروض. كانت ورشه مع طارق السباعي مخرج. بعد كده اخر مسرحيه انا كنت عاملها شهر 12 اسمها لما بدا يتسلى، بتاعه مخرج اخراج وتاليف احمد مجدي ومخرج منفذ هشام طارق. وانا مسرحيه عملتها كانت اسمها كلنا بنحبها، وعلى فكره هو اللي اختار الاسم ده مش انا. ده كان بطولتي. مسرحيه ايه؟
دي مسرحيه لما بدأ يتسلى بتاعت دي كانت على المسابير. انا بقى اللي بعدها بقى. مخرج منفذ هشام طارق، وتأليف واخراج احمد مجدي. ده كان استعراض ده من احمد مجدي بتاع معاه في المسرحيه؟ لا خريج ولا حد؟ خريج. المسرحيه بتاعتي اسمها كلنا بنحبها، بطولتي واخراج احمد ماهر ومن تأليفي. هي مسرحيه عاملين كل حاجه انتوا فيها؟ انا على فكره ممثل ومؤلف. يعني من التأليف والاخراج والتمثيل وبتاع. ما الاخراج يعني مش عاملين مثلا فكره الورشه ان يبقى في مثلا 20 30 واحد مجموعه تختص بالكتابه ومجموعه بس ما هقول لحضرتك احنا لسه وفي نقطه كمان. يعني ايه لسه؟ في نقطه كمان لسه معتمدين على نفسنا. ايوه لسه في نقطه كمان. احنا ممثلين اتربينا على المسرح، بس احنا بدأنا نتعلم كل حاجه ونبتدي احنا نساعد نفسينا بيها. تمام. عشان احنا لو جينا قلنا مثلا هنساعد حد هيجي هيقول لنا طيب انتوا بقى ما عندكمش يعني في المستقبل رؤياكم لنفسكم ان كنتوا تخشوا تدرسوا في معهد فنون مسرحيه او معهد السينما؟ حضرتك عارف طبعا ان اللي بيخش في معهد فنون مسرحيه لازم يكون معاه واسطه. لا مش شرط. لا انا هو الوسايط موجوده بس مش شرط. لا مش شرط. موجوده. خلينا نقول مش شرط. بس على فكره بالنسبه بس دخلت من غير وسط. بس نرجع بس للنقطة الأولى. احنا بيجي لنا كذا سيناريو، بس اللي بيجي لنا دلوقتي زينا بس الأفكار ضعيفة، فاحنا يعني عندنا طموح شوية. برضه أنا هرجع أقول لك ما تفكروش تخشوا معهد السينما أو تدرسوا دراسات حرة في المركز. والله أنا حاولت. أصل ثقافة السينما مثلا. أنا مستني الفرصة، بس أنا عايز أنا دلوقتي مثلا بروح كاستنج، بروح لو في مثلا كاستنج لمسلسل او فيلم في رمضان، بحاول اسعى لده جدا. يعني انا يعني رحنا كتير كويس بحيث ان انا ابتدي اظهر بقى. يعني رحنا كذا اوديشن عايز اظهر، بس ما فيش حد كلمنا. يعني بنروح. يمكن عشان انتوا مش اعضاء نقابه. لا ما دي مشكله برضو. ها. مشكله اللي هو لازم يبقى في تصريح. طب انا هعمل تصريح، طب انا ممكن المخرج هيستناني؟ ما دي مشكله بتاعت حوار النقابه والتصريح. لا التصريح لو انت موافق وانت شغال بيطلع التصريح. ما هو رحنا النقابه قبل كده قال لنا التصريح مقفوله الفتره دي. التصريح مقفوله عشان مدين فرصه لابناء النقابه هم اللي يشتغلوا. كويس. طيب انت دلوقتي شايف ان في موهبه عندك وعايز تبرز الموهبه، بتشتغل في المسرح شويه، تشتغل في الافلام القصيره شويه. فكرتوش تعملوا جنونه كده ونقول ان احنا نعمل افلام روائيه طويله؟ هو الموضوع ده محتاج مخرج كويس قوي وفاهم قوي. ليه؟ هو مش قصده انت طبعا. ايوه فاهم. مش قصده اي حاجه وحشه بس عشان تبقى فاهم يعني. ليه؟ محتاج مخرج قوي جدا، ان الناس لما تتفرج على فيلم روائي طويل ما يزهقوش طول الفيلم. محتاج انتاج، ومحتاج انتاج كمان اماكن، اصل مش هنصور في لوكيشن واحد. تمام. الافلام القصيره بنعرف الرعب بتتصور في لوكيشن واحد. مالناش دعوه بافلام الرعب. نبقى نعمل افلام رعب. فكره حلوه نعمل افلام رعب. انا كمخرج اهو، دي الحته انا هو مثلا بخرج افلام قصيره، بس الاخراج مش حلو. يعني انا نفسي بيبقى صعب، انت بيبقى عليك ضغوط وعليك كذا حاجه. كويس. فاهم؟ مش الحاجه اللي هي حلوه ان انا هخرج او لا. مين اللي بيمنتج؟ انا. انت اللي بتمنتج؟ انا اتعلمت مونتاج والحمد لله وصلت اللي هو المرحله ان انا بمنتج كويس قوي الحمد لله. انا ما بحبش المونتاج بقى عشان انا عايز خلو ضيق. بس المخرج بيقعد معايا. انا بقعد معاه بقى. ايوه لان ده المونتاج ده اخراج. انا بعمل ايه؟ بروح عنده مثلا، فمثلا هو بيمنتج، عمر بص اعمل ده كده وكده، بس مش هبص لا. لا هي الفكره كلها هو بيبقى قاعد معايا في المونتاج، لان هو بيقول لي انا عايز من الثانيه كذا للثانيه كذا، انا عايز مثلا الجمله دي انا عايزها كلوز، انا عايز الجمله دي ميديم، في حركه انا عايزها اخدها من اللونج. هو اكيد لازم المخرج يبقى معايا، مش منتج من نفسي. هو بقى اللي ماسك مسؤوليه المونتاج. كويس. لكن انا منتج لا. والموسيقى التصويريه عايز اشكر الناس اللي بتعمل الموسيقى التصويريه، بلال عبد الله والتانيين، والهندسه الصوتيه برضك بلال عبد الله ومهاب. ده فيلم حصانه. ده حصانه. فيلم اسمه ايه؟ حصانه. عاملينه عن مجلس الشعب. تمام. ده تصويره يا محمد رمضان. كويس. ده بيحكي عن ايه الفيلم ده؟ هو الصوت شغال هنا؟ قول لي بس. احنا بنعرض وبنسمع كلامكم. قول لي. ماشي. ده بيحكي ان هو واحد عايز يبقى في مجلس الشعب وكده، فبيروح لصاحبه، فصاحبه بيساعده، هقف معاك بس اهم حاجه تساعد الغلابه يا علي. فما بيوفيش بوعده. كويس. فاللي بيدور بقى اللي هو انت يعني انا ساعدتك انت ونسيت الناس الغلابه ووصلت، فنسيت كل ما عملتش اي حاجه ليهم. كويس. طيب الكادرات بقى
يعني لما تقول انا هاخد الكادر ده بالشكل الفلاني والكادر ده بالشكل الفلاني، كويس، بتحدد على اساس ايه بقى؟ حسك كمخرج ولا؟ انا بص، هو مثلا مصور معايا فبيصور، فانا مثلا لو مشهده لوحده انا ببقى بتفرج، انا حاسس ده هيبقى كويس بالرؤيه بتاعتي، ولما هيأثر لما يجي يتكلم. انا مثلا بصور، هو بقى بيقف ايه مع المصور. رؤيه الفيلم ده الكادرات كلها معتمده على الكلوز كلها، يعني كلوز وميديا، مفيش لونج خالص. الحركه بتاعت الكاميرا هنا مثلا دي ايه؟ بص هقول لحضرتك، دي مين اللي اخرج الفيلم ده؟ انا. ليه؟ هقول لحضرتك. اولا اللوكيشن، احنا كنا محتاجين لوكيشنات معينه، بس عشان نعمل ده معناش امكانيه، قررنا ان احنا نصور كله في لوكيشن واحد. احنا خدنا كله هنا كلوز وميديا لسبب احنا عايزين نطلع حاجه معينه، مثلا عايز تعمل اكشن يعني؟ لا مش اكشن، يعني هنا كان في صراع، ده اولا لازم الكاميرا تكون متحركه، تمام. الصراع لازم، يعني انت عايز تقول ان في صراع ما بين الشخصيتين، فحركه الكاميرا هنا بتساعد على صناعه الصراع من خلال الحوار القائم بالكلوز، لان كله معتمد على الاكشنات، فلازم كلوز يبين كل ده. كويس. انا عايز اقول حاجه بس، اوجه رساله لامي وابويا واختي واخويا، انهم من كام يوم كده بيقولوا لي بقى شوف حالك بقى، انت ما وصلتش لحاجه. فعايز اولا اشكرهم ان هم واقفين جنبي، بس عايز اقول لهم انا ضيعت من عمري 5 سنين، فانا استحاله ان شاء الله ان انا هيأس. انا باذن الله ربنا يديلكم طولة العمر، انا ان شاء الله باذن الله هوصل لمرحله كبيره وانتوا هتفتخروا بيا قريب. انا يمكن كنت معاك من 2 سنين هنا، وفي الوقت ده كان كل الناس بتقول عليا ان انا فاشل ومش بعرف امثل، وقلت لحضرتك ان انا هاجي لحضرتك وانا عامل حاجه، وانا النهارده من سنتين قلت لي هاجي وانا عامل حاجه. متاكد؟ انا كويس، تمام. فانا عايز اقول لهم انا والله باذن الله مفيش حاجه اسمها مستحيل، انا ان شاء الله هوصل انا والراجل ده، وان شاء الله انا هاجي لك هنا وانا عامل افلام كبيره وبطلها باذن الله، وهنخش كمان نتفرج عليها في السينما سوا باذن الله. يبقى الحاجه خلاص. بس هقول لك على حاجه، هعزمك. هقول لك على حاجه، طول ما انت عندك حماس وعندك ثقة في نفسك وبتسعى لهدفك مهما كانت الصعوبات، تأكد انك هتوصل بإذن الله. ده لازم نكون متفقين على ده، بس المهم تكون بتتحرك صح عشان توصل لهدفك. صح فعلا. وعلشان تتحرك صح محتاج تعمل ايه؟ عشان اتحرك صح، اول حاجة الاجتهاد، دي اول حاجة، تمام. لازم الاول بعد الموهبة لازم تعليم. انا دايما بسمع النصايح، يعني انا كل فيلم بيبقى فيه تطورات. مثلا انت عمر محتاج مثلا تظبط رياكشناتك شويه، تظبط حركه حسب الشخصيه اللي هتعملها. يعني انا مثلا ما عملت شخصيه الشحات اللي هو الكاركتر الشحات، لما ذاكرت الدور نزلت من تحت ان انا اشوف الشحات ده بيعمل ازاي، او مثلا الشحات اللي هو عنده كرامه، مش اللي هو ايه، مش اللي هو الشحات اللي هو الغلس، لا الشحات اللي عنده كرامه، بيتحرك ازاي، بيتكلم ازاي، رياكشناته بتبقى عامله ازاي. فكل ده انا ببتدي اهتم بيه اكتر، ببتدي ان انا اذاكر الشخصيه اكتر واتعمق فيها اكتر. دي بسمع النصايح دايما. يعني انا في مخرجين بيتابعوني، منهم المخرج احمد عويس، دايما كل فيلم بيتفرج عليه يقول لي مثلا انت فيك مثلا محتاج ان انت الفتره الجايه تظبط الصوت بتاعك في حته معينه. حتى صوت الجد بتاع فيلم علشان بحبك، عمر انا كنت عايز اطلع الصوت بطريقه معينه، عمر قال لي لا انا عايزك تعمل مثلا الصوت ده بطريقه معينه دي، عشان ممكن تعمل حلقه كوميديا او حلقه جميله. كويس. انت بتتكلم على الاجتهاد، حابين تقولوا ايه في نهايه اللقاء؟ يعني حاجة كتير. انا احب الاول اشكر والدي ووالدتي عشان بيشجعوني على الموضوع ده. كويس. ويعني ان شاء الله هنوصل، يعني هو نتفائل والسعي حلو. كويس. وطالما بنشوف الخطوط اللي نمشي عليها صح، طالما ستريت كده على طول، تمام، هنوصل ان شاء الله. كويس. عمر. باذن الله انا عايز اقول لاي حد بيتفرج على الحلقه دي مفيش حاجه اسمها مستحيل، اسعى لحلمك واسعى لهدفك. ربنا انت ليك نصيبك وان شاء الله هتاخده في يوم من الايام. عايز طبعا اشكر كل الناس اللي واقفه جنبي في التصوير وكل حاجه، وان شاء الله باذن الله هنحقق احلامنا وهنجي لك هنا ان شاء الله. وبكره هفكر حضرتك ان شاء الله. سنتين؟ لا وان شاء الله سنه. ان شاء الله. عمر شرفتوني ونورتوني، بتمنى لكم التوفيق وان شاء الله تحققوا كل اماليكم واحلامكم. شكرا لكم. في النهايه بقول لكل الشباب اسعى واتحرك ناحيه الهدف والحلم اللي انت بتحلمه، واعرف انك طول ما انت بتسعى وانت عارف بتسعى ازاي انك هتوصل لحلمك وهدفك. انتظرونا ان شاء الله
الاسبوع القادم وكل يوم اثنين مع الشباب في شباب كل يوم. بقول لكل سنه مشاهدين السلام عليكم.